هي أهم ذات هي الأمومة، راهي أهم ذات هي الأمومة. وكثير من النساء اللي يخدموا معانا قالت كنت نتمنى راهو عندي امكانيات وما نجيش الى الهم هذا. ثم امراه على امراه كيف يكش عليها المعلم تبكي مسكينه، عندها عندك شي يعوضك الدمعه عليك انت، وهي مرت راجل وام راجل، هاي ما تجيش. اليوم نحكيو على في ظل غلاء المعيشة، في ظل تدهور ربما الأجور في تونس، وضعية النقل العمومي، نحكيو على المرأة الأم العاملة وهذا كيفاش يأثر عليها وعلى صغيراتها وعائلتها. هذا استغلال للمرأة ويعتبر معناتها إجرام في حق الأمومة وحق الأم، لأن كل الدراسات تعطي نتيجة وأن الأم العاملة خسرت كثيرا من صحتها ومن تربية أبنائها. حتى جنوح يعني التلميذ في الابتدائي سببه عمل الأم، لأن الإرهاق الذي تعانيه الأم في العمل جعلها غير قادرة على مواكبة ابنها، لأن الأم مدرسة. إذن هاك المدرسة ذيك سكرناها احنا، لأنه هي الأب موجود في القهوة أو موجود في يتفرج في كرة القدم، والأم كيفاش باش تعاني زوز أولاد، خاطر أقل عائلة راهي فيها زوز أولاد ما تنجمش تعانيهم، وهي بجسدها الطبيعي الجنس اللطيف الأب متخلي على مسؤوليته، وهي وعلى هذا الأساس أكثر نسبة طلاق في عند الأم العاملة، وأكثر نسبة جنوح عند التلميذ الابتدائي هو ابن الأم العاملة. هذه دراسات موجودة على الأقل في حدود محيطي اللي نعيش فيه أنا في الحومة هذه على الأقل، وبالتالي يلزمنا إعادة نظر في مسألة عمل الأم، ونخلوا الأب هو اللي يتحمل مسؤولية الأسرة، لأنه الجيل اللي باش يكون جانح ويكون متشرد ويكون فيه نسبة غالبا ولات نسبة الانحراف، فهذيك كل من الأم العاملة. ايش معناها الأم ما لازمهاش تخدم؟ الأم ما يلزمهاش تخدم، يعني دورها فقط كأم وهو عمل الأعمال، هذا ثم عمل أرقى من الأمومة. هو يلزم الدولة تتفكر فيه. علاش تقرا إذا في الآخر هي مش باش تخدم؟ يا خويا أنا عندي جنوح طفل يسوى الدنيا وما فيها، هذيك الكل رانا احنا المجتمع هو اللي خسر. انت تقرا وتخدم وكل شيء مو من اجل الوطن هذا، فعندما تنتج مواطن صالح مستقيم فهو كذلك اموال دخلت جيبها ودخلت خزينه الدوله. اذا كان المساله فيها الفرنك هو اللي باش نحسبوه هو اللي يجمعنا، فراه حتى بالحسابات الفلوس اللي باش تتوفرها المرأة. ثم أحد البسطاء، هذا إنسان مرته تخدم في معمل، كي مدت له قالت له هذا الشبقام الشهرية هاو 50 دينار، قال لها ما يجيش دزان في الكار. وهو بطبيعة الحال كي يقولها بالتونسي تولي أزمة أخرى. هذه على الأقل أقل عينة يا أخي هاك ال 50 دينار اللي باش تفضلها امرأة، ما يجيش راجل يبطل الدخان ويمدها لها وتربح أقدرها وتربح مسألة كرامة، ما هيش مسألة الله غالب. في الشارع معارضة لكل شيء معناتها، إنما إحنا لكن نحبوا بلادنا نخلوا الأم بالحق كما خلقها ربي جوهرة. هو كي يكتب واحد في الصداق يقولوا له وكتبنا صداق على الجوهرة المكنونة لفلان الفلاني، اش بيها باش تولي على بورتي دي تولي جون في الشارع؟ هي جوهرة مكنونة ونحطها في الشارع ما تجيش. ولذا ديما نرجع، لأن الدولة هي يلزمها توفر إمكانيات للرجل حتى باش يقد يحل بيت. مش معقول باش نكون المرأة نطلب منها الإنجاب والتربية. هل المشكلة اليوم في العمل المرأة في العمل في حد ذاته ولا في ساعات العمل؟ يعني لو فرضنا اليوم المرأة تولي تخدم 4 ساعات ما ينجمش يكون هذا حل في بلاصة ما نقولوا لها ما تخدمش جملة؟ أنا باش نعطيك عينة، يعني احنا كي دخلنا نخدموا في ذلك الوقت شباب، أنا عمري 21 وزميلتي حتى هي عمرها 21، أكيد في اللحظة هذيك أصبحت مرغوبة من كل الناس لأنها امرأة تخدم. في 22 23 ما زلت أم، ولكن أنا ما زلت مراهق. ففي اللحظة هذيك كانت التليفونات بكلها فيكس،
كل 3 أو 4 أمهات في نفس البيرو كلهم يحبوا يطلبوا باش تطمن على ابنها الرضيع، والرضيع هذا عند شكون؟ عند جدته من هنا وجدته من هناك. يعني من المفروض في أعز مكان بعد كرشها الام هذيك تقديش تثبتي انت وتكتبي لي هاك الاحساس اللي ماشي عبر الاثير، عبر الخط نتاع الهاتف، قديش تكتبوه لي. هاو مرات نتفرجوا في فيلم وانه هاك الذبذبات نتاع الماكينه نتاع القلب طاحت سكت مات، هاك الذبذبات هذيك قديش تكتبيها الاحساس نتاع الامومه هذاك، وبالرغم بحذاش دايتها الزوز لي جور اللي تفسري لي هاك الاحساس هذاك معناتها راي الام عندها حق باش تشتغل. اما رأفة بالام بحكم ما عندناش اجابه هذيك نتاع الاحساس الامومه هذاك، هاك الحبل السري مثل ما يسموه اللي يجي منها الغذاء انقطع. اذا انت في انتظار الاجابه هذيك الام قد ما تقعد في الدار راهو في صالح المجتمع، لا في صالح لا في صالح. القضيه ما هيش قضيه حرب بين انثى وذكر، هذه قضية تكامل. ثم امرأة بسيطة وقت يناقش في الدستور الإقليمي تاع التكامل أو التناصف قالت راهو التكامل باهي، أما ما يجيش راجل يكمل على امرأة على مرمتها بلغتها هي. بالعكس في الأصل يلزم التناصف معناتها في كل شيء. هات في الشقاء يا أخي باش قد يشقى الرجل كما تشقى الأنثى، ما يقدش قد ما يعطيها من جهده ومن ماله شوي، واهم عطاه هو استقرارها في بيتها. اليوم برشا في المجتمع، برشا عائلات في المجتمع التونسي تعتمد على آلية ولا خليني نقول طريقة تقسيم المصروف 50-50. هذا خلاها اليوم هي تضطر انها تخرج تخدم. الام مسكينه ما تقدش تقسم لان روحها تعطيها الولد اكثر، ويولي يستغل المشكله هذيك. يا اخي انت زعما اللي قاعدين في الخمارات يسكروا يتكيفوا يوميا زعما من شهريته؟ مش من شهريته، لانه حمل الجماعه مش حمل الجماعه ريش، لانه ما يتفاهموا زوز. كان كيطيح الدرك على واحد ولا طيح الدرك على الام باش يلقى هو حفاظ على برستيجه وكرافته. هاي عينه اخرى، هذه يعني دراسه ميدانيه. كان تشوفي في بعض الحالات وانه امراه تصدم على خماره كامله وتقول له يا راجل انا اعطيتك الكهرباء راهو باش تخدم مش باش تقعد تسكر به والكهرباء مشريه بفلوسها هي. من حتى هذه عينات يجب الاخذ بها في علم الاجتماع. الدراسات علم الاجتماع تجي من خلال عينات، وهذه عينات موجوده سورة الراه ما هيش جايه من الفضاء. ولذا نتمنى انه في يوم ما تكون الام مستقره وتربي جيل بأقل جنوح وأقل إجرام، وهذا كل فلوس للأسرة وللدولة. ونجاحها هي لو هي مثلا كأم تقرر انه باش تحافظ على صغارها كما قلت وعلى عائلتها انها ما تخدمش، نجاحها هي ذاتها هي وين؟ هي أهم ذات هي الأمومة، راهي أهم ذات هي الأمومة. وكثير من النساء اللي يخدموا معانا قالت كنت نتمنى راهو عندي امكانيات وما نجيش الى الهم هذا. ثم امراه على امراه كيف يكش عليها المعلم تبكي مسكينه، عندها عندك شي يعوضك الدمعه هذيك انت، وهي مرت راجل وام راجل هاي ما تجيش. ثم جوانب الله غالب هذيك طبيعه الاشياء حتى على المستوى الغرب وما ادراك عندهم النقطه هذه. حسوا انه راهو يجب ان كان في فرنسا يدافعوا كيفاش باش المراه تولي هي بالحق فام اوفوي، هكا يجروا عليها المجتمعات الكل. نجوا نلقوا احنا انفسنا في مجتمعنا وامكانياتنا ضئيله، نزيدوا نحبوا معناتها ناسوا لمجتمع منفصل ما يجيش. احنا لو لم تكن الاسره قويه في العالم الغربي ما يجوش يستعمرونا. ما تراش لو نلغيو فرضيه انه ما تخدمش معناها ما تخدمش 4 ساعات وما تخدمش عند شكون، ولكن انه هي تكون عندها مشروعها الخاص بها، عندها حاجتها الخاصه بها. يعني اللي راي الام من قديم الزمان في دارها عندها كل الامكانيات باش تعيش، غير يا راجل انت جيب وتلقى ام عوض انت تتمنى واني باش تصرف 5 وتلقاها صارفه 3. فبالعكس هي من قديم الزمان احنا عندنا قصه مثلا قرط امي، فدليل وأنه ثم اقتصاد اجتماعي تقوم به الأم باش الراجل ما يحيرش. وحتى في عصرنا هذا في كل ما تقف الزنقة بالهارب بالرجل باش يلقى الأنثى عندها قريتها مخبيتها. فالأم في الديار اللي تشوفيهم الكل تبناو في الأحياء الشعبية
تبناتهم الام من مصروفها الخاص، ما بناهمش الرجل يجيب يجري ما يلقاش، يعني هم في ثقافتهم الشعبيه الراجل جابيه والمراه خايبه، معناتها هاي يجيب وهي عندها امكانيه كيفاش باش وقت اللي يحيرها تلقى لها هي حلول الاجتماعيه ان ما تحيرش هاو ذهبي هاوك الحاجه هاوك الحاجه هاوك الحاجه. للاسف يعني على الاقل من عام 80 وانت ماشي الى زمن الاستقلال، ف البنيه اللي تبنى الكل على حساب الام اللي موجوده في الدار، مش على حساب شهريه الراجل، خاطر كانت شهريه ضعيفه. ما تنجمش تكون اليوم الحرف مثلا والا مشاريع مستقله، ما تنجمش تكون هي الحل في تو الاقتصاد الاجتماعي هما مرتكز على طريف صوف وطريف طريزه، يعني هذوما موجودين، يعني موجودين من قديم الزمان. وعلى هذا الاساس لو لم تتدخل هالحداثه المغشوشه كما قالت احد النساء في تونس، معناتها استاذه جامعيه لا علينا بذكر اسمها، قالت الحداثه المغشوشه هذه اللي حطمتنا احنا، باعترافها هي بعد ما قرات وقرت ومنا وارتكزت فكرتها بعد 70 سنه نطقت بهذه الحقيقه. ولذا ما يسمى بالام العامله ما ننسوش أنه كذلك سبب جنوح الأطفال من الأم العاملة، وكذلك الجنوح ما بعد 16 سنة إلى درجة الإجرام كذلك بسبب الأم العاملة، وربي يهدي. مسكين الأم جاهلة برشا. لا الأم مدرسة، أنا أعددت شعبا طيب العراقي وجنة تحت أقدام الأمهات، عمرها ما كانت مسكينة، هي محظوظة، وأن الله عز وجل الذي لا شريك له في عندما قال الشيء يكون فيكون في خلق عيسى، كانت مريم هي الشريكة. بالعكس انظري من النظرة هذه تلقي الأمومة تاج كبير أو درجة اختارها الله، مش حاجة. ربما هي تاج ولكن الواقع يخليها مسكين. أنا بدينا بكري في مسألة التسول، قلنا الدولة وظفت التسول سياسيا، ولو شكون باش يجي المواد الإفطار، شكون اللي باش يحط وجهه وأنه إنسان زوالي ومصور بحذا الرئيس، إلا فاقد. ربي يهدي. امين يعيشك. الله يرضى.